اخ فاضل وعزيز علينا من الناس المحترمه والناس المؤدبه، وانا عاشرته عن قرب، اشتغلت معاه هنا بسيوط، كان من انشط ناس موجوده هنا، والاستاذ امام دايما هو اللي بيخلص شغله بدري، يخش يخلص بدري ويخلص بدري ويحصل فلوسه بدري، ودايما حريص في شغله. وفوق ده كله ان هو راجل نظيف لابعد الحدود، راجل عنده دين وكل حاجه كانت كويسه، الصفات الحلوه فيه، مؤدب محترم، راجل من اعز الاصدقاء. فطبعا احنا بنكرمه النهارده وبنتمنى له حياه بعد كده سعيده، وان شاء الله سن ال60 ده بيبدا بيقول له في الدول الاجنبيه، بيبدا سن معاه في سن الشباب، لكن احنا عندنا ابن موسيقى عصيان كل على الشباب بتاعك ماسكينها من قبل ال60 اهو. طلع على الشباب بتاعك ده والشاب يا شاب طرق مش اي شباب. والعافيه على حسب ما هو بيقدمه. وبعدين هو غضب بسيون، اتعين في بسيون ونهى حياته بسيون، وبسيون مدينه للراجل ده يعني فرجبتها دي ليه؟ لانه اخلص واشتغل وفنى حياته وشبابه في بسيون دي. فالمفروض يعني هو كنا عاوزين نعمل له حاجه اكبر من كده، هو اللي فضل ان تكون العمليه على قلت له لا، ده انت المفروض تتكرم يا استاذ محمد، لان انت جت حياتك وشبابك كلها بسيون، المفروض تتكرم احسن من كده. فقال لي لا، انا عايز شوف التواضع بتاع الراجل، ان انسان متواضع وانسان محترم وعنده اخلاق. قال لك يكفيني الزملاء اللي هو بسرعه، ويكفيني الزملاء اللي عارفيني، وكده نحضرهم قعده حلوه، ودي كفايه عليا يعني على الاستاذ محمد. فطبعا احنا مهما نقوله ومهما نعيده ومهما نشوف حق الراجل ده مش هنوفوه حقه، وشغله في بسيون وشغله في الصناعه وعمله مش عايز يطلع ولا ايه؟ وادبه وذوقه اللي كان فيه. يعني انا لما جيت هنا قدمت العضويه، فكنت على الاستاذ محمد كان قدامه يعني كام سنه كده، قلت الحمد لله هو هناك، لانه الراجل فاهم الشغل وعارف الشغل. وجيت اللي هو بقول لك ده فاضل سنه، يمكن زعلت بعدها يعني جامد، لانه الراجل ده محترم وتعيش معاه وتشتغل معاه هنا وانت مطمئن. ليه بقى؟ لانه كان حريص على شغله، حريص على عمله، يشيل الزملاء اللي حواليه، لو حد كده يقول له حاضر، لو حد ما كانش بيتاخر عن عين زميل هنا وهم موجودين ويشهدوا على ايه. انا لاحظته في الفتره اللي انا قعدت معاهم يعني كام شهر، انت تاكل القعده فهم كانوا بيحبوه هنا، كانوا دايما بيحبوه هنا ونعمل الاخلاق ونعمل الاحترام ونعمل يعني بصراحه كان في منتهى الاخلاق ومنتهى الاحترام، وفي العمل كان يعني يتفنى بإخلاص بصراحة في العمل بتاعه، وربنا يديله الصحة والعافية ويوفقه يا رب في الأيام الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ محمود انت عشان كلمه بقى للاستاذ محمد. نسمع من كلام الاستاذ محمد صقر. ايوه اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا بشكر جميع الزملاء اللي شرفونا النهارده حفل التكريم، والاداره والمعاش وجميع الزملاء والزميلات. وانا بعتذر لاي واحد من زملائي ان انا في اي يوم اللي انا اتكيت عليه في الشغل ولا حاجه وزعلته، وبقول له معلش سامحني، ده بتبقى غصب حاجه غصب عنني، حاجه عن ظروفي، وبقول على رب كل سنه وانتم طيبين، يا رب ونجمعكم دايما في الافراح. الاستاذ محمد انا شايف كده ان هو يعني صعبان عليه، هو يعني صوته معلش. اتفضل. ماشي يا استاذ استاذ خالد ماشي يا استاذ الاستاذ محمد صافي يعني صراحه يعني صعب جدا انت تصف في كلمات يعني رمز، يعتبر رمز من رموز الاخلاق. والرسول عليه السلام يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. فالاستاذ محمد رمز من رموز الاخلاق. واذا انت شفت بين الناس واحد محبوب، فاعلم جيدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، لان الناس اخلاقهم الحق. يعني اذا اجتمع مجموعه على حب شخص معين،
فاعلم ان هو قريب من ربنا سبحانه وتعالى. اللي بنتمنى للاستاذ محمد التوفيق في حياته القادمه، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقه بحج بيته الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت تدي الواحد يصور ايه بس؟ يصور نفسه. انت ما تعرفش زهقت منه. ما انا صورتكم يا مدرسه صورتكم سنه شويه. انا بصور شويه لما انا عرفت الكاميرا عليك انا شويه انا قاعد لو سمحت اتفضل. في سير هنا. اتفضل. صاروا وراه. انا اعتبر اصغر واحد في الاداره الزراعيه، مفيش اصغر مني. مفيش اصغر لا بس واذا انت شفت بين الناس ان واحد محبوب، فاعلم جيدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، لان الناس اقلبوا الحق.